بالورقة والقلم خدتيني 100 قلم. أنا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم. عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من حلقات أحوال بلدنا. طبعا النهاردة 20 بكرة 21 أو هيكون 21 اللي احنا بنحتفل فيه بعيد الأم أو بيوم الأم. أولا الأم مش المفروض بس يكون لها وهو مجرد يوم. الأم المفروض يكون لها عمر، يكون لها حياة. الأم اللي تعبت علشانك ووقفت جنبك وكانت بتضحي بصحتها وبحياتها وسعادتها، مش مجرد يوم. والله الواحد بيشوف امهات بتعاني امر المعاناه واللي احنا بنشوفه بعدم اهتمام من الابناء. بتبقى ست كبيره وتبص تلاقي اولادها ما بيبصوش عليها، وياما سيدات وياما اباء ماتوا واولادهم موجودين على قيد الحياه وما حاجه عنهم. وكل واحد يجي النهارده يتصور لك وهو بيحب في رجل امه ويبوس ايدين امه في اليوم زي ده، وده كلته حاجات قابله للشو والدعايه. يا اخوانا لا، حبك لامك لا يقدر بثمن. حبك لامك ما يقفش على يوم ان انت جاي النهارده تفتكرها عشان تقول لها كل سنه طيبه. امك مش عايزه كل سنه طيبه. امك تكون وصلت لارذل العمر، المفروض محتاج جنبها، تلاقيك تتحملها تشيلها، مش علشان خاطر مراتك ولا عشان خاطر اسباب واهيه وكلام فارغ تبص تلاقي امك ترميها في الشارع. دي مش امومه. امك ثم امك ثم امك، بعد كده قال ابوك. الام تعبت وضحت. مش معنى كده مش ده تقليل من قيمة الأب، لا، الأب قيمته كبيرة وربنا سبحانه وتعالى أعلم بقيمة الأب وطبعا اداله قدره. ولكن حتى قال لك وبالوالدين إحسانا، ما قالش الأم بس ولا الأب بس، الوالدين الأب والأم. لكن النبي ذكر الأم. طبعا ديت سبحان الله لعظامها، لتعبها، لكل حاجة بتعملها. لكن لما نيجي نبص نلاقي الناس ما بتفتكرش اهاليها الا الا ممكن مع الاعياد. عيد الام بقى وتقول لك وسنه ماما تيجي تقول بتحب بايديها ورجليها، وايه يا جدع ايه الامر ده؟ وبقت السنه كنتوا فين؟ بقت السنه بتعملوا مع اهلكم ايه؟ امهاتكم اللي قاعدين مش لاقيين حد ياكلهم ولا يراعيهم فين؟ عيد الام مش يوم في السنه، عيد الام 365 يوم في السنه. عينك على امك. وبمناسبه عيد الأم أنا بهدي ديت لأمي. أمي بحبك يا أمي. أمي بحبك يا أمي، وحبك بيجري في عروقي ودمي. أمي يا ست الحبايب، حبك للي حاضر وللي غايب. أمي أنت حياتي، وأنت يا أمي دايما بتسعدي أوقاتي، دايما واقفة جنبي، ولا عمرك قلتي تعبت يا ابني في حياتي. ضيعت عمرك علشاني، ولا عمرك فكرتي في الآتي، ولا قلت في يوم يا ابني انساني. دايما يا أمي تعبانة علشاني، وبتسهري لو أنا تعبان، ولو في يوم كنت أنا بعاني. دايما بتخففي أوجاعي، ولا في يوم قلت ليه وإيه يا ابني الداعي. أمي بحبك يا أمي، نفسي في عيدك أغني والناس كلها تسمعني، بسببك يا أمي عشت متهني. ويا ما سهرت علينا، ويا ما سهرت علينا، وأنا لدعوتك يا أمي أنا مستني. أخاف تغيبي عليا والخير يضيع من بين إيديا. أنت الخير في دنيتي، بحبك أنت يا أمي. طبعا الكلمة دي لكل أم، لأمي ولكل أم موجودة، وطبعا لكل أم توفت الله يرحمها ويجعل طبعا مأواها الجنة، ويجعل عملها وتعبها لأولادها في ميزان حسناتها. فيا ريت الأم موجودة يبوس إيديها وبوس رجليها ويدعي لها بدوام الصحة والعافية. وكل واحد أم توفت يدعي لها بالرحمة وما ينساهاش في أحوال بلدنا.